لا بد وأن يكون هناك بناء صحيح للدولة، أن تكون الوزارة ليست، وأن لا يكون الوزير يفرض على رئيس الوزراء وغير منظور في كفاءته واختصاصه. الدولة لا تبنى بدون اختصاصات، ولا يوضع الرجل المناسب إلا في المكان المناسب، ولا يمكن أن نتصور عطاء حينما لا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا وجهت رسالة إلى كل الكتل السياسية التي تريد أن تشترك في تشكيل الحكومة، والحمد لله الجميع يريد أن يشترك في تشكيل الحكومة. طالبت فيها الإسراع بتقديم اختياراتهم في الوزارات، إضافة إلى تقديم مرشحيهم لهذه الوزارات وفق قاعدة تقديم 3 مرشحين لكل وزارة، ورئيس الوزراء له حق الاختيار لواحد من المرشحين لملء هذه الوزارة على نفس الأسس. وحتى لو كان المرشحون ال3 غير متوفرة فيهم الصفات فسنطلب ترشيح آخرين حتى نحصل على مهنيين وقادرين على إنجاح وزاراتهم. السلام عليكم دولة الرئيس. وعليكم السلام. مصطفى كامل من وكالة الأنباء العراقية. دولة الرئيس، هل سيكون لكم القول الفصل في اختيار الوزراء أم التوافقات السياسية ستحول من هذا الأمر؟ شكرا. قضيتين بالحقيقة. القضية المتعلقة باختيار الوزير قطعا إلي كلمة الفصل، ولن أقبل بوزير دون المواصفات التي ذكرتها من مهنية، من كفاءة، من نزاهة، من إخلاص، هذه لا أتنازل عنها، وهذا حقي وهذا ما يقره جميع الكتل السياسية.